وفي الأخير ما كيتبقى لينا غير نقولوا بصوت عالي: ألف مبروك للمنتخب المصري الشقيق على هذا الفوز المستحق على منتخب البنين والتأهل لربع نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب. المنتخب المصري بيّن مرة أخرى على شكي يعتبر من أقوى الفرق الإفريقية: ذكاء تكتيكي، سرعة في التحركات، وتنظيم مزيان في وسط الميدان، وحتى الدفاع والهجوم كانوا متوازنين، الشيء اللي خلى الفريق يحقق هذا الفوز المستحق. وما نساوش نشيدوا بالجماهير المغربية اللي كانت حاضرة بقوة وبروح رياضية كبيرة، وساندت كل المنتخبات الإفريقية، وخلقت أجواء رائعة ومميزة في الملاعب والمدن المستضيفة، الشيء اللي كيعكس الروح العالية ديال الكرة المغربية والقدرة ديال المغاربة على التعامل مع كل التحديات. وحتى على مستوى التنظيم، المغرب برهن مرة أخرى أنه قادر ينظم بطولة من الطراز العالي: ملاعب حديثة وأرضيات ممتازة، أنظمة دخول سلسة للجماهير، أماكن استراحة وتغذية مريحة، وأمن في أعلى مستوى. وحتى البث التلفزيوني كان عالمي، مع استخدام أكثر من 30 كاميرا في كل ملعب، وطائرات مسيرة، وتقنيات إخراج عالية الجودة، الشيء اللي خلى كل عشاق الكرة يشوفوا المباريات بطريقة احترافية. الظروف الجوية ما أثرتش على الجودة ديال اللعب، حيث رغم التساقطات المطرية الملاعب كانت في حالة ممتازة، والمدربين عبروا على إعجابهم بالعشب اللي ساعد اللاعبين يقدموا أفضل أداء. وبهذا التنظيم الكبير والاحترافية، المغرب كيبان مرة أخرى كبلد قادر على تنظيم تظاهرات كروية ضخمة، وهذا التجربة مهمة جدا استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. مرة أخرى تهانينا للمنتخب المصري على الأداء المتميز والتأهل لربع النهائي، وباقي البطولة غتكون مشوقة بزاف. وما نساوش جمهورنا المغربي اللي كيدير الفارق ديما، وكينقل رسالة إيجابية لكل الفرق المشاركة: المغرب بلد كرة القدم، المغرب بلد التنظيم، المغرب بلد الروح الرياضية. نشكركم على المتابعة، ونتمنى نلقاكم في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.